سيكون نجم برشلونة أمام أزمة حقيقية خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة. وتعرض اللاعب البرازيلي رافينيا لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أوساسونا، وهذه نفس الإصابة التي تعرض لها في أكتوبر تشرين الأول الماضي وأبعدته عن الملاعب لمدة شهر. وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن رافينيا سيواجه أزمة حقيقية في استعادة مكانه بالتشكيل الأساسي للبارسا بعد عودته من الإصابة. فتحت لجنة الحكام الإسبانية اليوم الاثنين تحقيقا لمعرفة كيفية تسريب محادثات غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد لمباراة ريال مدريد واليوماريا في الجولة 21 للليجا الأحد. وكانت قناعة قد بثت مقطع صوتي لحكام تقنية مع حكم المباراة حول لقطة طالب فيها لاعب ألميريا بطرد البرازيلي فينيسيوس جونيور بداعي تعديه على لاعب الفريق الأندلسي أليخاندرو بوزو. وبينما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدفين، لم يرى حكم صالة هرنانديز أن الاعتداء فينيسيوس على بوزو يرتقي للطرد في الوقت الذي علق فيه نصا. أثار التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الجدل بلقطة جديدة خلال مباراة ألميريا، ولم يشارك جولر خلال مباراة ألميريا الأخيرة في الليجا والتي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 3-2 أمس الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن مباريات الجولة 21 للليجا. ويبدو أن جولر غير راض عن وضعه في ريال مدريد، حيث يشارك على فترات متباعدة رغم شفائه من الإصابة.